طبعا تقع قرية غرناطة في ريف حمص الشمالي المحاصر من الجهة الغربية. تعرضت هذه القرية لوابل من القصف بالطائرات النظام والطائرات الروسية، نزح عنها معظم أهلها البالغ عددهم حوالي 5000 نسمة إلى المناطق إلى أطراف القرية الشبه آمنة. تعرض خزان المياه الرئيسي والوحيد في هذه القرية للقصف الممنهج. هو نقص بالمياه، نقص حاد وعطش، مشكلة صهريج بدك تستناه أسبوعين 3 لحتى يصير لك دور إنك تعبي خزان مي. زانات دياجير قامت تبغي العلا قمة، تبغي العلا قمة. ربي لك هذا هو والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بئر عباد الله في قرية غرناطة الآن يتم تجهيز الحفارة من أجل البدء بأعمال الحفر بإذن الله، تنفيذ منظمة بادر الخيرية. ونئيم طالت لابد من همة، لابد من همة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. 45 متر تم حفره، ولكن اضطررنا إلى إيقاف العمل الآن بسبب اضطراب القصف الجوي من منطقة العمل. جزاكم الله خيرا. قرآنا وسنة، قرآنا وسنة. حديث يحث وقلب يرف وأم تلف دعوات بالغمة، دعوات بالغمة. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الفضل، ربي لك المنة، ربي لك المنة. عقل تباهى فخرا وحكى عزا يرامى من إنس وجنة، من إنس وجنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد شهر كامل من العمل المتواصل في بئر عباد الله في قرية غرناطة المحاصرة تحت كامل ظروف القصف الجوي السوري والروسي، تم الانتهاء من الحفر بإذن الله تعالى اليوم، وسيتم تسليمه للعائلات التي فرت من جحيم وويلات القصف في قرية غرناطة في الداخل إلى هذه المنطقة شبه الآمنة بإذن الله تعالى. طبعا هذه المنطقة لا يوجد فيها أي مورد مائي بفضل المتبرعين، جزاهم الله كل خير. تم حفر هذا البئر وسيتم تدشينه الآن. خيطا وحبا والنسبيل ثوبا ليزهر السعادة، ليزهر السعادة. الفرح قد عما. 12 عائلة ستستفيد من هذا البئر، حيث ونقوم الآن بمد نباريج إلى البيوت البعيدة من أجل إيصال الماء إليه. الله يجزيكم الخير ويكثر خيركم، والله يعوض على كل من اشترك في هذا المشروع الخيري هذا. نحن ما عندنا مي، الله سبحانه وتعالى بعث لنا ياخذ بعد